مش عارفه انت مستوعب ولا لا، بس انت متخيل ان في انسان بمحض ارادته قرر ان هو يخترع اله مغتصب؟ اهدي يا ايه، اهدي اهدي اهدي. السلام عليكم، يومكم لذيذ جدا جدا جدا. انا ايه محمد وده بودكاست حكايه نعمه. جاهزين لحكايه النهارده؟ بصراحه حكايه النهارده حلوه قوي قوي قوي. عايزه احكي لك النهارده ان شاء الله عن اكتر سؤال انا فكرت فيه. انا فكرت في السؤال ده لدرجه ان دماغي من جوه كده وجعتني من كتر ما انا قعدت افكر فيه. وبعد تفكير طويل وبحث وروحه وجينا وعملنا حاجات كتير قوي، لقيت الاجابه في سطر واحد بس. قبل ما نبدا، لو لسه مش عامل لي سبسكرايب يلا، يعني ثانيه سبسكرايب اهو، يلا اعمل سبسكرايب. وكمان احنا عندنا هدف النهارده، وهو ان احنا نوصل الفيديو ده ل 200 لايك. فيلا اعمل لايك واستعد لاحلى قصه هتسمعها في حياتك. الموضوع بيبدا من محاضره في جامعتي. اقول لهم انا كليه ايه ولا انا قلت مليون مره؟ نقول مرة كمان، أنا كنت ألسن عين شمس قسم اللغة الإنجليزية، والمحاضرة دي كانت محاضرة أدب، ومن حسن الحظ إن هي كانت حاجة اسمها open discussion، يعني نتناقش كده وكل اللي عنده فكرة بيقولها. موضوع الأوبن discussion كان عن إيه؟ كان عن الحضارة الإغريقية، والدكتور سألتنا هي الأساطير الإغريقية بدأت منين؟ وليه أصلا؟ يعني ليه بقت موجودة؟ مش قلت لك ده open discussion؟ بس عينك ما تشوف الا النور، كل اللي عنده راي قاله بما فيهم انا، يعني مش تفتكرش ان انا بتريق. الدكتور تسكت؟ لا طبعا، بقت قاعده تزنق علينا كده، كل واحد يقول اجابه تزنق عليه، كل واحد يقول اجابه تزنق عليه، بقت كل الاجابات بانت مش منطقيه. خلاص يا دكتور قولي لنا انت، خلاص يا شلبي زهقناش قول لنا الاجابه. فكانت الاجابه اللي لبست فيها 4 سنين، روح اعمل انت سيرش واعرف الاجابه لوحدك. ما اكدبش عليك، الموضوع بقى شاغل دماغي قوي، بقى فعلا السؤال دايما بيجي في دماغي، هي ليه الحضاره الاغريقيه بقت موجوده؟ ومين اللي اخترع القصص دي كلها؟ وجت منين وليه؟ والاهم من كل ده، هي كل الحوارات اللي حاصله دي حاصله ازاي؟ لان مين اللي قاعد يفكر في كل الحوارات دي؟ ولو مش فاهم انا قصدي ايه بالحوارات، فالاساطير الاغريقيه عباره عن حوارات فعلا. وده ليه؟ لان كل حاجه ليها الهه منفصله. خد عندك اله للشر، اله للخير، اله للحب، اله للجمال، اله للفلسفه، اله للعلوم، اله للمطره، اله للبرق، اله للرعد. من الاخر فكر في اي حاجه هي ليها اله منفصل، وكل اله من دول له حوار مع الاله التاني ومشاكل، ده غير الابناء غير الشرعيين وحاجات كده. يعني الصراحه ما تنفعش لا تتقال في رمضان ولا غير رمضان. لو لسه بتسمعني اتخضيت ليه؟ لو لسه بتسمعني فانا ايه محمد وده بودكاست حكايه نعمه. ما تنساش السبسكرايب وما تنساش الهدف بتاعنا ان احنا نوصل الفيديو ده ل 200 لايك. ويلا نكمل قصتنا. فضل بقى الموضوع يشغل تفكيري، اصل ازاي انسان عاقل ورزين يهيئ كل ده لنفسه بمحض ارادته؟ كان في ميم بيهزر يعني على الاساطير الاغريقيه، وبيقول ان الاساطير الاغريقيه كانت هتبقى 80% اقل لو شلنا بس علاقات زيوس وابنائه الغير شرعيين. طبعا انت هنا متخيل زيوس عمل ايه وايه 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 وايه. مش عارفه انت مستوعب ولا لا، بس انت متخيل ان في انسان بمحض ارادته قرر ان هو يخترع اله مغتصب؟ ليه؟ شيء غريب للغايه. كل ده وانا لسه في رحله البحث عن ردود مش لاقيه. من حسن الحظ ايه اللي بيحصل بقى؟ ان على سنه تخرجي بيبقى من فئات مشروع التخرج فئه لربط الادب بالاساطير الاغريقيه. قلت لنفسي بس هي دي الفئه اللي هختارها، وكده هيبقى عندي وقت ومصادر اكتر ان انا افهم اصل العك ده. بمجرد ما بدات ابحث في العالم ده نسيت خالص السؤال اللي كنت بدور عليه. بجد ما بقاش يهمني خالص، يعني حتى مش واخد اهتماماتي، لا ده ما بقاش يهمني خالص الاساطير الاغريقيه بدات ازاي وليه. لان لفت نظري الخناقات الكتيرة اللي موجودة ما بين كل الآلهة، والأهم اللي كان محور تركيزي بالكامل إن إزاي كل الخناقات دي بتيجي على دماغ البشر. يعني هما يتخانقوا واحنا اللي نتعاقب، مش عارفة إله مين حب مين فخانها مع مين، فمدي جت عملت ايه، فايه. المهم ان العقاب مش بينهم وبين بعض، لا هو العقاب بينزل علينا احنا، واحنا هنا المقصود بها البشر. يعني كده انا مش بؤمن بالكلام ده. فالسؤال هنا ليه بجد؟ ليه حد يصور لنفسه كده؟ ليه حد يعمل آلهة وكمان يعبدها، ومش آلهة واحدة لا بقى، يعني اكتر من اله، والالهات دي كلها بتعمل ايه؟ بتعاقبه عشان هو عمل ايه او ما عملش حاجه، بس هو بيتعاقب. طب ليه يا حبيبي محض ارادتك بتروح تعبده ليه؟ وهنا رحله البحث اختلفت تماما.
هنا بقيت عمالة ادور في سيكولوجية البني ادم ان ليه يعمل في نفسه كده. هي خلاص بقى كبرت في دماغي، انا عايزه اجابه منطقيه تفسر لي تفكير البشر. اهدي يا ايه، اهدي. بلاش نلاقي تفسير لتفكيركم، خلينا نسال سؤال تاني اهم. في حياتكم البائسه دي ايه اخرة خناقات الالهه بتاعتكم؟ قعدت ادور كتير لقفله بقى، ما لقيتش حاجه مقنعه، لحد ما في يوم سمعت قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. سورة المؤمنون آية 91. هو انت معايا؟ يعني انت حاسس معايا بالمشاعر اللي انا حاسه بيها؟ يعني انت كنت معايا في حالة الحيرة والتدوير والبحث، وبعد كده بقيت معايا في حالة الانبهار اللي انا حاسه بيها بعد ما قرات الايه دي وسمعتها؟ لو معايا على الخط اكتب لي كومنت، يعني اكتب لي كومنت كده قول لي ان احنا الاثنين حاسين بنفس المشاعر. لو لسه بتسمعني، انا ايه محمد وده بودكاست حكايه نعمه. ما تنساش السبسكرايب واللايك، احنا عايزين نوصل الفيديو ده 200 لايك، فلو لسه ما عملتش لايك ويلا نكمل باقي القصه. عاده في الجزء ده من الحلقه انا ببقى بتكلم عن النعمه اللي احنا بنتكلم عنها طول الحلقه، وقد ايه هي حلوه، وكل الاحتمالات اللي كانت هتبقى موجوده في حاجات كتير. بس انا الحلقه دي مش هعمل كده، انا عايزاك انت اللي تقعد تفكر في كل الاحتمالات اللي كانت ممكن تبقى حياتك بائسه بيها لو ما كانش ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد الاحد. لو قعدت تفكر بصدق في الامر، لا يعني الموضوع مش طبيعي، الموضوع كبير قوي بجد. انت لو قعدت تفكر بجد في كل الاحتمالات اللي كانت ممكن تبقى حياتك عليها لو في اكتر من اله موجود، ده ايه الحياه دي؟ ده كانت هتبقى حياه بشعه وبائسه للغايه. احنا بنتكلم عن نعمه انا متاكده ان، مش عايزه اقول نسبه، بس نسبه كبيره قوي من اللي بيتفرج او بيسمع الحلقه دي ما فكرتش فيها قبل كده اصلا، مع انها والله بحلف بالله من اعظم النعم اللي ربنا من بيها علينا. الحمد لله بجد من قلبي، الحمد لله ان انا بعبد اله واحد احد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني مش عارفه اقول ايه، نعمه كبيره للغايه. الحمد لله من دلوقتي لقيام الساعه على النعمه دي، والله العظيم. عجبتك قصه النهارده؟ طيب لو عجبتك القصه، اللي بيعجبه القصه بيعمل فولو، بيعمل سبسكرايب، يعمل لايك، يسيب كومنت، يعني بيدلع الفيديو كده. انت كنت بتسمع بودكاست حكايه نعمه، وانا ايه محمد. شكرا انك اتفرجت او سمعت الفيديو للنهايه. مع السلامه.